السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت طالب في أولى ثانوي ومراقم العربي فالمحاضرة دي ليك، أو لو انت شاطر وكويس جدا فبرضه المحاضرة دي ليك. ليه؟ علشان بفضل الله وفينا معاكم في مراجعة الشهر الأولاني وما خرجش عنا الامتحان. بإذن الله مراجعة الشهر الثاني ومش هيخرج عنا الامتحان شهر نوفمبر. تعالوا كده حبايبنا ركزوا معايا، كوباية الشاي الجميلة بتاعتك أو أي مشروب بتحبوه، ويلا بينا نبدأ ونعرف المقرر بتاعنا. عندنا حبايبنا هنا لما نيجي نتكلم عن مقرر شهر نوفمبر في النحو، عندنا أول حاجة عندنا اسم الفاعل. طب أنا بكل بساطة إيه المطلوب مني في اسم الفاعل في الامتحان؟ إحنا عارفين يا حبايبنا إن اسم الفاعل اسم مشتق من الفعل المبني للمعلوم للدلالة على من قام بالفعل أو اتصف به. حلو. طب أنا يا مستر اسم الفاعل أنا بعرفه إزاي في الامتحان؟ بكل بساطة حبايبنا عندنا اسم الفاعل لا إما بيجي لي من فعل ثلاثي، لا إما بيجي لي من فعل غير ثلاثي. اسم الفاعل من فعل ثلاثي حبايبنا بيجي لي على وزن فاعل، بيجي على وزن ايه؟ فاعل. ومن غير ثلاثي بيجي لي ابدال حرف المضارعه من مضمومه وكسر يا حبايبنا ما قبل الاخر. جميل قوي. طب تعال ندي مثال. لما يجي مثلا فعل زي ضرب يقول لي اسم الفاعل هيجي لي على وزن فاعل ضارب، على وزن فاعل عشان الفعل ثلاثي. طب لما يجي فعل زي مثلا وعد اسم الفاعل يجي لي واعد على وزن فاعل علشان ده فعل ثلاثي. طب لما يجي لي حبايبنا فعل زي اكل اسم الفاعل نقول اكل على وزن فاعل. طب اخذ اخذ على وزن فاعل. امر امر على وزن فاعل. طب لو جالنا حبايبنا فعل مضاعف زي حج اسم الفعل اقول حاج، عد عاد، مد ماد. جميل قوي. طب لو جالي الفعل معتل الوسط واقول قال، بقلب الالف لهمزه فاقول قائل. نام نائم على وزن فاعل. صام صائم. باع بائع. قاد قائد على وزن فاعل. جميل قوي. طب يا حبايبنا لو جالي الفعل معتل الاخر زي دعا، فعل معتل الاخر ايه يا حبايبنا؟ زي دعا. بكل بساطه قال لي برضو ده فعل ثلاثي وهجيبه على وزن فاعل، بس هنا هقول الداعي. طالما الالف واللام موجوده الياء موجوده فاقول الداعي. طب لو حذفنا الالف واللام قال احذف الياء فاقول داع. ليه يا مستر؟ علشان يا حبايبنا بكل بساطه امتى بحذف الياء من اسم الفاعل؟ اذا كانت الكلمه نكره. اذا كانت الكلمه ايه؟ نكره، يعني ولا فيها الف ولام ولا ضمير ولا الكلمه اللي بعدها فيها الف ولام. اذا كانت الكلمه نكره في حاله الرفع والجر بنحذف يا حبايبنا الياء وبعوض عنها بتنوين عوض عن الياء المحذوفه، فاقول داع سعى ساع قضى قاض. تمام كده؟ ولكن لو هجيب الالف واللام هقول القاضي الساعي الداعي. تمام كده حبايبنا؟ جميل. يعني لما اجي اقول مثلا هذا قاض، سلمت على قاض، بص كده، رأيت قاضيا. ليه في اول مثالين يا حبايبنا حذفنا الياء وفي المثال الثالث ما حذفناش؟ قال لنا هذا قاض، هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، يبقى قاض خبر والخبر دايما مرفوع، وإذا كانت الكلمة نكرة في حالة الرفع بحذف الياء. طب المثال الثاني سلمت على قاض، قال لي على حرف جر يبقى قاض اسم مجرور، فإذا كانت الكلمة نكرة أهو قاض جت بعد حرف جر يبقى اسم مجرور، يبقى إذا كانت الكلمة نكرة في حالة الرفع أو حالة الجر بحذف الياء وبعوض عنها بتنوين عوض. دولك الحالتين بس دول اللي بحذف فيهم الايه؟ الياء. تمام كده؟ طب أي حالة تانية الياء موجودة. معايا كده حبايبنا؟ يعني مثلا نقول رأيت قاضيا. رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، يبقى قاضيا مفعول به. يا مستر ده كلمة نكرة، أيوه بس ده مفعول به منصوب. وأنا إمتى بحذف الياء؟ قال إذا كانت الكلمة نكرة في حالة الرفع والجر فقط. تمام كده حبايبنا؟ يبقى عندنا اسم الفاعل من فعل الثلاثي بيجي لي على وزن فاعل، ولو احذف الياء هقول فاعل. الله يبارك لك. طب مستر اسم الفاعل من فعل غير ثلاثي
عندي فعل زي مثلا انطلق، قال لي ابدال حرف المضارعه ميم مضمومه وكسر ما قبل الاخر فاقول منطلق. طب استخرج، قال لي ده فعل غير ثلاثي، يبقى مستخرج ميم مضمومه وكسر ما قبل الاخر. جميل قوي يا حبيبي، تمام كده؟ تمام. واحنا عندنا حبايبنا قاعده بتقول اللي احنا عندنا اسم الفاعل ماله يعرب حسب موقعه فين في الجمله. يعني بص كده، عربته خبر عادي، اسم مجرور عادي، مفعول به عادي، يبقى اسم الفاعل ده وزن شكله اسم فاعل. لما اجي اقول لك يا علي ما تقوليش اسم فاعل، اسم الفاعل يعرف حسب موقعه فين في الجمله. تاني حاجه اسم الفاعل ممكن يجي لي مذكر، ممكن يجي لي مؤنث، فهقول مثلا قاضي واقول قاضيه، وممكن يجي لي حبايبنا مثنى فاقول قاضيان، وممكن يجي لي جمع واقول قاضون مع كده حبايبنا او قاضيات. ولكن في النهايه انا بتعامل مع المفرد، يعني لو جالي اسم الفاعل جمع او مثنى شوفوا الاول المفرد بتاعه. يعني عندي مثلا كلمه زي العلماء، ده اسم فاعل. يا مستر ازاي العلماء اسم فاعل ولا بدات بميم مضمومه ولا على وزن فاعل؟ لا يا حبيبي ركز معايا، العلماء كلمه جمع، العلماء كلمه ايه؟ جمع، مفرد علماء عالم على وزن فاعل، يبقى فعله علم ثلاثي. تمام كده حبايبنا؟ تمام. تعالى كده بقى نتكلم عن نقطه مهمه جدا جدا، الا وهي بص كده حبايبنا، عندنا حاجه اسمها اعمال اسم الفاعل، عمل الفعل المضارع. يعني يا مستر اعمال اسم الفاعل عمل فعل مضارع، يعني احنا في الجزئيه ديك هقول لك ازاي او امتى اسم الفاعل بتعامل مع اللي هو فعل مضارع، فالمعمول اللي بعديه اللي هي الكلمه اللي بعديه هعربها فاعل ومفعول. تعال كده ركز معايا. عندنا اسم الفعل حبايبنا لا اما بيجي معرف بال، يعني في الف ولام، لا اما اسم الفاعل بيجي لي مجرد من ال، لا اما معرف بال لا اما مجرد منين؟ من ال. يعني معرف بال يعني في الف ولام، يعني مجرد من ال يعني ما فيهوش الف ولام. جميل. لو اسم الفاعل معرف بال دي فيها الف ولام، ال هنا يعمل عمل الفعل ايوه المضارع بدون شروط. جميل قوي. يعني الكلام ده يعني يا حبايبنا بكل بساطه لما يجي لي في الامتحان اسم الفاعل اللي هو على وزن فعل او ميم مضموم كسر ما قبل الاخر في الف ولام، في ايه؟ الف ولام، وقال لي اعرب لي الكلمه اللي بعد اسم الفاعل، قال بتعامل مع اسم الفاعل اللي هو فعل مضارع، بتعامل مع اللي هو فعل ايه؟ مضارع، فاللي بعديه فاعل ومفعول. تعال اديك مثال. لما اجي اقول مثلا احترم المؤدي، احترم الايه؟ المؤدي عمله، ويقول لي يا مستر انا عايز اعرب معمول اسم الفاعل او عايز اعرب الكلمه دي. المعمول يعني الكلمه اللي بعد اسم الفاعل. جميل قوي، سهل. هو انا عايز اعرب ايه؟ عمله، هو ايه اللي جه قبليه؟ المؤدي، والمؤدي ده مين مضموم كسر ما قبله الاخر، ده اسم فاعل في الف ولام طالما اسم الفاعل في الف ولام اتعامل مع اسم الفاعل هو فعل مضارع يؤدي، ده فعل غير ثلاثي ادى، يؤدى. ومين اللي بيؤدي؟ هو. يبقى الفاعل الايه يا حبايبنا؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو بيؤدي ايه؟ عمله، يبقى عمله مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتح. الله ينور عليك. طب الهاء احنا قلنا قبل كده اي ضمير، اي ايه؟ اي ضمير يتصل بالاسم ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. شكرا. مثال تاني، لما اجي اقول الله الغافر الذنوب، ويجي في الامتحان يقول لي اعرب لي الذنوب، اقول له خلاص بقى سهله، انا عايز اعرب ايه؟ الذنوب اللي هو معمول اسم الفاعل، هو جه قبليه ايه؟ غافر، وغافر على وزن فاعل. جميل. في الف ولام طالما اسم الفاعل في الف ولام اتعامل معاه اللي هو فعل مضارع يغفر. ومين اللي بيغفر؟ هو. يبقى الفاعل هو اللي هو لفظ الجلاله الله سبحانه وتعالى. يبقى الذنوب الله بيغفر ايه؟ الذنوب، يبقى الذنوب مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتح. طب كده يا دكاتره الله ينور عليكم. طب يا مستر لو اسم الفاعل جه مجرد من ال، يعني جه ما فيهوش الف ولام، قال ركز معايا كده، اسم الفاعل لو جه مجرد من ال او غير مقترن بال او غير معرف بال ما فيهوش الف ولام، اعمل ايه؟ قال هنا يعمل عمل
الفعل المضارع ايوه بشرطين. بكم شرط حبايبنا؟ بشرطين. يعني علشان اقول عليه اسم فاعل، اسم الفاعل ده اللي هو ما فيهوش الف ولام، عشان اقول عليه فعل مضارع واللي بعديه عليه فعل مفعول، لازم يتوفر عندي كم شرط؟ شرطين. ايه الشرطين؟ قال لي واحد، لازم يدل على الحال او الاستقبال. الحال او ايه؟ الاستقبال. يعني ايه يا شباب الحال او الاستقبال يا دكاتره؟ يعني بكل بساطه ما ينفعش الجمله يجي فيها امس او سابقه، يعني ما ينفعش كلمه تدل على الماضي في الجمله. حلو. اتنين، قال لي اسم الفاعل يعتمد على حاجه من اللي احنا هنكتبها دلوقتي. يبقى الشرط الاولاني اساسي يدل على الحال او الاستقبال، يعني مفيش كلمه امس او كلمه سابقه. طب الشرط الثاني يعتمد على حاجه من الحاجات اللي احنا نكتبها. اول حاجه يعتمد على واحد النفي او الاستفهام. النفي او ايه يا دكاتره؟ الاستفهام. مش فاهم يا مستر؟ اديني مثال. طب تعالى، لما اجي اقول مثلا اشاكر المؤمن نعمة ربه. أشاكر المؤمن إيه؟ نعمة ربه. جميل. أنا عايز أعرف المؤمن. طب سهل، هو المؤمن إيه اللي جه قبليه؟ شاكر على وزن فاعل، في ألف ولام؟ لا. بس يا مستر ده جه قبليه هنا حرف استفهام. جميل قوي. يبقى انا اسم الفعل اعتمد على، قال يا مستر اعتمد على استفهام. هل هنا في كلمه تدل على الماضي؟ قال لي لا. يبقى هنا يدل على الحال او الاستقبال واعتمد على استفهام. يبقى اتعامل مع اسم الفعل وهو فعل مضارع يشكر. خلي بالك اسم الفعل منون، ها، يبقى يشكر. ومين اللي بيشكر؟ المؤمن. يبقى المؤمن فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. المؤمن بيشكر ايه؟ نعمة. يبقى ده مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. امال ربيه تتعرب ايه؟ قال لي النعمه كلمه نكره، ربيه كلمه معرفه معرفه بالضمير، يبقى انا عندي ربيه مضاف اليه مجرور وعلامه جر الكسر. طب الهاء لسه قايل اي ضمير يتصل بالاسم ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. جميل قوي. يبقى انا اسم الفاعل اعتمد على، قال اعتمد على استفهام. جميل قوي. قال لي مستر ممكن اسم الفاعل يعتمد على، بص كده، نفي. لما اجي اقول مثلا ما مقدر، ما ايه يا حبايبنا؟ مقدر الكسول او الخمول وقته. وجي في الامتحان يقول لي اعرب لي كلمه الكسول. سهله. قال لي مستر انا عايز اعرف كلمه ايه؟ الكسول. حلو. هو ايه اللي جه قبليها؟ مقدر. ايوه مقدر دي مين مضموم كسر ما قبل الاخر. اسم فاعل يا مستر. ايوه اسم فاعل من فعل غير ثلاثي. في الف ولام؟ لا. بس ايه اللي جه قبليه؟ ما. وما هنا اداه نفي. يبقى هنا اسم الفاعل اعتمد على، قال اعتمد على نفي. يبقى اسم الفاعل لو سبق باستفهام او سبق بنفي بقول عليه اعتمد على استفهام او اعتمد على نفي. في كلمه تدل على الماضي؟ قال لي لا. يبقى يدل على الحال او الاستقبال. في الحاله دي حبايبنا بتعامل مع اسم الفاعل اللي هو فعل مضارع. يبقى هنا ده كانه يقدر، كانه يا حبايبنا يقدر. هو مين اللي مش بيقدر؟ قال لي الكسول. يبقى فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. الكسول مش بيقدر ايه؟ قال وقته. يبقى وقته مفعول به منصوب وعلامه نصب الفتحه. صعب كده يا دكاتره؟ تمام. يبقى اول حاجه يعتمد على نفي او استفهام. طب بص كده الحته دي جميله. تعال، انا عايز اعرف كلمه شاكر. قال لي سهله. ده شاكر ده مستر اسم وبدا بالجمله. امال ده ايه؟ قال لي ده حرف استفهام كانه مش موجود. قال لي ده كده شاكر هنا هعربه لو سبق باستفهام او نفي يعربه مبتدا مرفوع. طب فين يا مستر؟ فين الخبر؟ قال هنا الفاعل او الكلمه اللي بعديه اللي هو المعمول بقول عليه فاعل مرفوع سد مسد الخبر. يعني كان المفترض يجي هنا خبر. قاعده ثابته. لو جه بعد اسم الفعل يا شباب اهو جه قبلها حرف استفهام وقال لي اعرب لي اسم الفعل هقول له مبتدا. طب مستر الكلمه اللي بعديها قال هنا بتتعرب حسب موقعها. حسب ايه؟ موقعها. انا قلت شاكر كانه يشكر يبقى ده فاعل لاسم الفاعل. جميل. بقول المعمول ده اللي هو الفعل سد مسد الايه؟ الخبر. نفس الفكره هنا. انا عندي ما سبقت بايه؟ بنفي. يبقى انا عندي هنا اسم الفاعل بعربه مبتدا. اسم الفاعل بعربه يا حبايبنا مبتدا مرفوع. طب فين الخبر؟ قال لي ده بعربه فاعل مرفوع سد مسد الخبر. الله ينور عليك. جميل. قال لي ممكن اسم الفاعل يا حبايبنا يعتمد على، بص كده اتنين اهو. قال لي يعتمد على مبتدا. يعني اسم الفاعل يجي قبل مبتدا. يعني لما اجي اقول مثلا مثال، لما اجي اقول الاسلام حافظ. الاسلام يا حبايبنا حافظ. خلي بالك في تنوين. حقوق
المرأة. الإسلام حافظ حقوق إيه؟ المرأة. جميل قوي. يجي لي في الامتحان يقول لي إيه؟ أنا عايز أعرف كلمة حقوق. أقول له سهل. أنت عايز تعرف حقوق؟ إيه اللي جه قبلها؟ قال لي حافظ. حافظ على الوزن فاعل. في ألف ولام؟ لا. طب الكلمة اللي قبل اسم الفاعل تتعرب إيه؟ قال لي الإسلام دي جملة اسمية ومبتدأ. يبقى حافظ خبر. يبقى اسم الفاعل اعتمد على مبتدأ. في كلمة تدل على الماضي؟ لا. يبقى يدل على الحال أو الاستقبال. يبقى في الحالة دي يا شباب بتعامل مع اسم الفعل وفعل مضارع اللي هو يحفظ. يبقى يحفظ فعل. ومين اللي بيحفظ؟ الإسلام. يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. يبقى حقوق، قال الإسلام بيحفظ حقوق. يبقى حقوق مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة. تمام كده يا دكاترة؟ تمام. قال لي ممكن اسم الفاعل يا شباب يعتمد على نداء. يعتمد على دكاترة نداء. ازاي؟ لما اجي اقول مثلا يا شاكيا، يا شاكيا هم الحياة وضيقها. عايز اعرف كلمة هم. قال لي سهل. قال لي هم، ايه اللي جه قبلها؟ قال لي شاكي. شاكي على وزن فاعل. جميل قوي. مستر وليه ما حذفتش الياء؟ شاكيا عشان كلمة نكرة منصوبة. يبقى هنا هم عايز اعرفها. قال لي سهل. هو ايه اللي جه قبلها؟ شاكي. شاكي على وزن فاعل. فيها الف ولام؟ لا. ده نكره. ايوه بس ايه اللي جه قبلها؟ قال لي اداه نداء. يبقى انا اسم الفعل اعتمد على نداء. يبقى طالما اعتمد على حاجه من اللي احنا كتبناه لي، نداء بقى، مبتدا، استفهام، نفي، ومفيش كلمه تدل على الماضي يعني بيدل على الحال او الاستقبال، بتعامل معاه اللي هو فعل مضارع. اللي هو فعل حبايبنا مضارع. جميل. يبقى هنا اصل الكلام يا من تشكو انت. يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره انت. وخلي بالك من حاجه، لو جالك نداء في الجمله يبقى الفاعل بتاع اسم الفاعل ضمير مستتر وتقديره انت. يا من تشكو انت. انت بتشكو ايه؟ قال لي هم. يبقى هم مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. تمام كده يا دكاتره؟ تمام. قال لي ممكن يا دكاتره اسم الفاعل يعتمد على، بص كده، موصوف. يعني يا مستر بعد اذنك اسم الفاعل يعتمد على موصوف؟ يعني بكل بساطه اسم الفاعل عارفه نعت. طب ازاي اعرف اسم الفاعل نعت؟ هو هيجي نكره والكلمه اللي قبل نكره. تعالى اديك مثال. لما اجي اقول مثلا اهو احب رجلا. احب ايه؟ رجلا. ماله؟ المؤديا واجبه. ويجي لي في الامتحان يقول لي اعرب لي واجبه. قال لي سهله. قال لي ايه اللي جه قبلها؟ مؤدي، ميم مضموع كسر ما قبل الاخر، يبقى اسم فاعل. حلو. في الف ولام؟ لا. بس تعالى كده، هي كلمه راجل كلمه نكره ولا معرفه؟ قال لي ما فيهاش الف ولام ولا ضمير، يبقى نكره. واسم الفاعل نكره. قال لي لو جالي قبل اسم الفاعل كلمه نكره اعرب لي اسم الفاعل نعت. اعرب اسم الفاعل ايه؟ نعت. طالما اسم الفاعل نكره وجاء قبل كلمه نكره بعرف اسم الفاعل نعت، يبقى اقول اعتمد على موصوف. يبقى لو اعربت اسم الفاعل نعت عرفت ازاي؟ قال لي اسم الفاعل نكره والكلمه اللي قبل كلمه نكره، يبقى انا اعربت اسم الفاعل نعت. طالما اعربت اسم الفاعل نعت قول هنا اسم الفاعل اعتمد على موصوف. اعتمد على دكاتره موصوف. جميل قوي. طالما اعتمد على موصوف في كلمه تدل على الماضي؟ لا. يبقى يدل على الحال او الاستقبال واعتمد على موصوف. يبقى بتعامل مع ده اللي هو فعل المضارع يؤدي. ومين اللي بيؤدي؟ الرجل. يبقى الفاعل، ايوه سامعك اهو، سامعكم، ضمير، ايوه مستتر تقديره هو. هو بيؤدي ايه؟ واجبه. واجبه مفعول به منصوب وعلامه نصب الفتح، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. جميل. قال لي ممكن اسم الفاعل يعتمد على حال. وامتى بيعتمد على حال؟ لما بعربه حال او يقع هو حالا. طب ازاي؟ بص المثال ده وشوف المثال اللي هكتبه. احب الرجل، ايوه سامعك اهو، سامعك، مؤديا، مؤديا، ايوه سامعك، واجبه. اعرب لي واجبه. قال لي تعالى، هو ايه اللي جه قبليه؟ مؤدي، مين مضموع كسر ما قبله الاخر، يبقى ده اسم ايه؟ فاعل. الفعل يجر ثلاثي. حلو. مستر هو انا هعرب مؤديا هنا ايه؟ قال لي هنا اسم الفاعل نكره صح؟ جه قبليه كلمه نكره ولا معرفه؟ قال لا، ده جايه قبليه كلمه معرفه في الف ولام حلو. قال لي لو اسم الفاعل نكره والكلمه اللي قبليه معرفه اعرب لي اسم الفاعل حال. اعرب لي اسم الفاعل ايه؟ حال. يبقى هنا بقول وقع حالا. يبقى اتعامل مع اللي هو فعل المضارع يؤدي. ومين اللي بيؤدي؟ هو. يبقى الفاعل ده مستتر تقديره هو، يبقى واجبه مفعول به منصوب وعلامه نصب الفتح. صعب. والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. ايه الفرق بين المثالين؟ الفرق يا شباب بين المثالين هنا اسم الفاعل نكره، اسم الفاعل نكره. ولكن اسم الفاعل قلنا لو جاء قبليه نكره بعرف اسم الفاعل نعت بقول اعتمد على موصوف. ولكن اسم الفاعل هنا برضه نكره، لو جاء قبليه معرفه، لو جاء قبليه ايه؟ معرفه، قال بعرف اسم الفاعل حال، والحال دايما منصوب.
وبقول اعتمد على حال او وقع حالا. وقع يا حبايبنا حالا. ده بالنسبه اعمال اسم الفعل عمل الفعل يا حبايبنا المضارع. طب بص كده الكام مثال اللي هكتبهم. لما اجي اقول الام صانعه، الام يا حبايبنا صانعه الاجيال، واجي اقول الام صانعه الاجيال، واجي اقول الام صانعه الاجيال. ويقول انا عايز اعرف الاجيال في الثلاث امثله. عايز اعرف يا دكاتره الاجيال فين؟ في الثلاث ايه؟ امثله. بص كده يا حبايبي، فلما اجي اقول الام صانعه الاجيال، الام صانعه الاجيال، الام صانعه الاجيال، هل هنا في فرق؟ استنى كده يا مستر، مستر مش شايف فرق. لا يا حبيبي تعالى ركز يا حبيبي. احنا عندنا هنا الام صانعه في تنوين، لو جالي ضمتين فتحتين كسرتين ده بقول عليه تنوين. ولكن هنا قال لي جالي علامه اعرابيه واحده. طب هنا مفيش. قال لي ده هيفرق معايا؟ قال لي في اعراب الكلمه اللي بعديها قال لي صانع على وزن فاعل، صانع على وزن فاعل، صانع على وزن فاعل. جميل قوي. يبقى ده اسم الفاعل في الف ولام لا، بس الكلمه اللي قبلها عاربه ايه؟ قال لي اسمها علامه مبتدا، يبقى هنا اسم الفاعل اعتمد على مبتدا. جميل. قال لي اسم الفاعل ده منون طالما اسم الفاعل منون بتعامل معاه اللي هو فعل مضارع. بتعامل معاه اللي هو فعل ايه؟ مضارع. يبقى ده تصنع. مين اللي بتصنع؟ الام. يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره هي. الام بتصنع ايه؟ الاجيال. يبقى الاجيال عندي مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتح. جميل قوي. طب هنا الام صانعه الاجيال، هنا في تنوين؟ قال لي لا، في علامه اعرابيه واحده بس. لو جالي في الامتحان علامه اعرابيه واحده بس بتعامل معاه مع القاعده اللي بتقول نكره زائد معرفه مضاف اليه. يبقى انا عندي الاجيال هنا عاربه مضاف اليه مجرور. تمام كده يا شباب؟ تمام. طب لما اقول الام صانعه الاجيال، هل هنا في اي علامه اعرابيه؟ قال لي لا. لو ما جابليش اي علامه اعرابيه يبقى انا عندي هنا الكلمه دي تتعرب اعرابيه. لا اما هعربها مفعول به منصوب والاثنين صح، لا اما مضاف اليه مجرور والاثنين ايه؟ الاثنين صح. ليه؟ قال بتعامل معاها على اعتبار اللي هي فعل مضارع فاللي بعديه فاعل ومفعول، او بتعامل معاه على القاعده اللي بتقول نكره زائد معرفه مضاف اليه والاثنين لو جالي في الاختيارات الاثنين صح. يبقى لو جالي تنوين يبقى بتعامل مع اللي هو فعل مضارع فاللي بعديه فاعل ومفعول. جالي علامه اعرابيه واحده نكره زائد معرفه مضاف اليه. طب ما جابليش اي حاجه، يبقى في الحاله دي يا دكاتره بتعامل مع الكلمه حسب التاويل. لا اما فيها تنوين فبتعامل مع فعل مضارع فالفعل ده مستتر فهي مفعول به، او مع القاعده اللي بتقول نكره زائد معرفه مضاف اليه مجرور. تمام كده يا دكاتره؟ تمام. طب بص كده المثالين دول ودول مهمين قوي، متوقعين سؤال في الامتحان. لما اجي اقول الموفقون في الحياة أهدافهم واضحة، وأقول يا حبايبنا الموفقون في الحياة واضحة أهدافهم. ده السؤال متوقع في الامتحان، بيقول الموفقون في الحياة أهدافهم واضحة. الموفقون في الحياة واضحة أهدافهم. جميل. أنا عايز أعرف إيه أهدافهم؟ هي أهدافهم هنا إيه اللي جاب ليها؟ واضحة. واضحة على وزن فاعل. جميل أوي. واضح على وزن إيه؟ فاعل. منون وهنا اسم الفاعل اعتمد على المبتدأ. أصل الكلام الموفقون ده مبتدأ، يبقى واضحة دي خبر. حلو. يبقى هنا بتعامل مع اسم الفاعل. اسم الفاعل وفعل مضارع. واضحة هي ايه اللي واضحة؟ اهدافهم. يبقى اهدافهم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم، وده فاعل اسم الفاعل. جميل كده؟ جميل. وقلنا اي ضمير يتصل بالاسم ضمير مبني في محل جر مضاف اليه مجرور. جميل. تعالى فوق شوف اهدافهم. الموفقون في الحياة اهدافهم واضحة. حلو. يبقى انا عندي الموفقون ده ايه؟ مبتدأ. جميل. اصل الكلام الموفقون اهدافهم واضحه. احنا قلنا قبل كده لو جالي اسمين ورا بعض والاسم الثاني فيه ضمير، الاسم الثاني فيه ايه؟ ضمير، والضمير عائد على الاسم الاولاني، بقول على ده مبتدا اول، والاسم اللي فيه ضمير بقول عليه مبتدا ثاني مرفوع وعلامه رفعه الضم، والضمير ده مضاف اليه مجرور. تمام كده؟ سؤال مهم. ده بالنسبه يا شباب لاسم الفعل. بعد كده تعال كده نتكلم مع بعض عن صيغ المبالغه. صيغ ايه يا حبايبنا؟ المبالغه.
صيغ المبالغه هو بيدل على المبالغه في حدوث الشيء. وعندنا صيغ المبالغه ليها اوزان معينه يا دكاتره. عندنا صيغ المبالغه اهو فعال، مفعال، فعول، فعيل، فاعل. يبقى احنا عندنا حبايبنا صيغ المبالغه اهو فعال، مفعال، فعول، فعيل، فاعل. فعال زي اقول كذاب اي كثير الكذب، جذاب كثير الجذب، غفار كثير المغفره، تواب كثير التوبه. عندي مفعال زي معطاء، ومعطاء على وزن مفعال. عندنا فعول زي صبور على وزن فعول، شكور على وزن فعول. عندنا فعيل زي عليم على وزن فعيل، كريم على وزن فعيل. عندنا فاعل زي حذر، حذر أي كثير الحذر. نشط على وزن فاعل كثير النشاط. يقظ كثير اليقظة، فده على وزن فاعل. يبقى عندنا صيغ المبالغة فعال، مفعال، فعول، فعيل، فاعل. جميل قوي. عندنا صيغ المبالغة يا حبايبنا في الأغلب بيجي من أفعال ثلاثية. من أفعال إيه؟ ثلاثية. ولكن قليل. ساعات وزن مفعال ووزن فعيل، ساعات فعلهم بيجي غير ثلاثي. يعني احنا عندنا معطاء فعله أعطى، ده غير ثلاثي. ولكن بص كذاب كذب ثلاثي. صبور صبر ثلاثي، ده الفعل بتاعه. عليم علم ثلاثي. طب بص كده لو قال لي بشير، قال لي فعله بشر، طب مستر ما ثلاثي اهو. لا يا حبيبي الشين مشدده بحرفين. بشير بشر، نذير انذر. طب حذر حذر. يبقى احنا عندنا مفعال ساعات فعلها بيكون غير ثلاثي، وفعيل ساعات فعلها بيكون غير ثلاثي. جميل قوي. خلي بالك من حاجه، صيغ المبالغه بتعرف حسب موقعها في الجمله زي ما قلنا في اسم الفاعل. صيغ المبالغه تيجي مفرد، تيجي مثنى، تيجي جمع. انا بتعامل مع المفرد، برجع الكلمه لمفردها. جميل قوي. عندنا حبايبنا صيغه المبالغه وزن فعول. وزن ايه؟ فعول. الوزن فعول يتساوى فيه المذكر والمؤنث. يتساوى فيه المذكر والايه؟ والمؤنث. يعني ايه؟ تعالى كده اقول لك. يعني لما اجي اقول هذا رجل عجوز، هذا رجل ايه؟ عجوز على وزن فعول، صيغه مبالغه. طب بص كده بقول ايه؟ هذه امراه، بص كده عجوز على وزن فعول. ايه ده يا مستر؟ ليه ما قلتش عجوزه؟ قال لنا حبايبنا علشان وزن فعول بيتساوى فيه المذكر والمؤنث، وبيجي لي على صيغه واحده، وسياق الكلام هو اللي بيحدد اللي ده للمذكر وده للايه؟ للمؤنث. تمام كده؟ تمام. بعد كده يا دكاتره عندنا كلمه زي بص كده كيس. حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس فطن. كيس ايه؟ فطن. قال لي انا عندي هنا كيس وفطن، دول صيغ مبالغه. ازاي صيغ مبالغه؟ عندنا فطن على وزن فاعل. جميل قوي. كثير الفطنه اي الذكاء. طب كيس، قال لي كيس دي على وزن فعيل. ازاي يا مستر كيس على وزن فعيل؟ قال لي الاسم المشدد الوسط يا حبايبنا ده ياء مشدده اصلها حرفين. يعني اصل الاسم كده اهو كيس. فعيل زي قوي، قوي فعيل. تمام كده؟ تمام. عدو، عدو فعول. فلما الاسم او صيغه المبالغه تجي لي مشدده خلي بالك ان الحرف ده حرفين. تمام كده؟ تمام. طب بعد كده عندنا يا حبايبنا اعمال صيغ المبالغه. بص كده عمل الفعل الايه؟ المضارع. كل اللي احنا قلناه في اسم الفاعل هو نفس الكلام في اعمال صيغ المبالغه عمل فعل مضارع. يعني هنا برضو نفس الكلام، انت صيغه المبالغه بتعامل معاها اللي هي فعل مضارع، فالمعمول اللي بعدها او الكلمه اللي بعدها بقول عليها فاعل او مفعول. جميل قوي. صيغه المبالغه نفس الكلام، لاما بتجي له معرفه بال يعني فيها الف ولام، لاما غير معرفه بال من غير الف ولام. صيغه المبالغه لو جات لي فيها الف ولام اهو تعمل عمل
الفعل الايه؟ المضارع. جميل قوي. بدون شروط. بدون ايه؟ شروط. اديني مثال. تعال اديك مثال. لما اقول مثلا احترم الرجل اليقظ عقله، يقول لي اعرب لي معمول صيغه المبالغه، او معمول صيغه المبالغه عن الكلمه اللي بعد صيغه المبالغه اللي هو عمله او عقله. فين صيغه المبالغه اصلا؟ يقظ، ويقظ على وزن فاعل. حلو. فيها الف ولام، يبقى هنا بتعمل عمل فعل مضارع بدون شروط. يقظ، هو اللي يقظ عقله، يبقى عقله فاعل مرفوع وعلامه رفع الضمه والضمير مضاف اليه. صعب؟ لا. طب لو صيغه المبالغه غير معرفه بقى نفس الكلام، تعمل بشرطين. تعمل بكم شرط؟ تعمل عمل فعل مضارع بشرطين. الشرط الاول يدل على الحال والاستقبال، الشرط الثاني تعتمد على اي حاجه من احنا لسه كاتبينهم من خمسه، تعتمد بقى على مبتدا، تعتمد على نفي، تعتمد على استفهام. تعال ندي مثال. لما اجي اقول مثلا اهو حرف استفهام، اشكور المؤمن ربه؟ ويقول لي اعرب لي المؤمن. هقول له سهله، انا عايز اعرب الايه؟ المؤمن. جه قبلها ايه؟ شكور. وشكور على وزن، قال لي شكور على وزن فعول. جميل. يبقى هنا شكور على وزن فعول فيها الف ولام؟ لا. صيغه مبالغه فيها الف ولام؟ لا، بس جه قبلها استفهام. يبقى انا هنا صيغه المبالغه اعتمدت على استفهام، مفيش كلمه تدل على الماضي. يبقى انا عندي كده بتعامل مع صيغه المبالغه اللي هو فعل مضارع يشكر. هو مين اللي بيشكر؟ المؤمن. يبقى المؤمن فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه. المؤمن بيشكر ايه؟ ربه. يبقى ربه مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتح. الله ينور عليك. والضمير ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. طب مثال تاني. لما اجي بقول يا حبايبنا بص كده، السؤال ده مهم. ما علام الغيوب الا الله؟ وعايز اعرب لفظ الجلاله الله، وعايز اعرب الغيوب. سهل قوي. انا عندي هنا علام على وزن فعال، يبقى ده صيغه مبالغه. حلو. في الف ولام؟ لا، بس جه قبليه ما علام، ما هنا نافيه. يبقى انا هنا صيغه المبالغه، صيغه المبالغه اعتمدت على النفي، مفيش كلمه تدل على الماضي. يبقى بتعامل مع صيغه المبالغه اللي هو فعل مضارع يعلم. ومين اللي بيعلم؟ الله. يبقى لفظ الجلاله الله فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. الله بيعلم ايه؟ الغيوب. يبقى الغيوب مفعول به مقدم منصوب. اصل الكلام يعلم الله الغيوب، وهنا صيغه المبالغه اعتمدت على النفي. تمام كده يا دكاتره؟ تمام. طب بص كده، لما اجي اقول الغني مانح او الغني مناح، بص كده يا حبايبنا، الغني مناح، الفقير مالا. وعايز اعرب الفقير، قال لي سهل. انا عايز اعرب ايه؟ الفقير. هو ايه اللي جاب الفقير؟ مناح. مناح على وزن فعال، يبقى صيغه مبالغه. صيغه ايه؟ مبالغه. فيها الف ولام؟ لا، بس الكلمه اللي قبلها الغني اسم فاعله مبتدا. يبقى هنا صيغه المبالغه اعتمدت على مبتدا. اعتمد على مبتدا. في كلمه تدل على الماضي؟ لا، يبقى يدل على الحال والاستقبال. واعتمد على مبتدا، يبقى بتعامل مع صيغه المبالغه اللي هو فعل مضارع يمنح. يمنح. هو مين اللي بيمنح؟ الغني. يبقى الفاعل ايوه ضمير مستتر تقديره هو عائد على الغني. الغني بيمنح مين؟ الفقير. يبقى الفقير مفعول به اول منصوب. بيمنح الفقير ايه؟ مالا. يبقى مالا مفعول به ثاني منصوب وعلامه نصبه الفتح. الله ينور عليك. صعب كده يا دكاتره؟ تمام كده؟ تمام. خلي بالك اللي منحى بتنصب مفعول زي اعطى. زي ايه؟ زي اعطى. وهنا اسم الفاعل اعتمد على مبتدا. طب بص كده، لما اجي اقول يا سماعا الاشاعات تمهل. يا سماعا ايه؟ الاشاعات تمهل. وعايز اعرف الاشاعات، قال لي سهل. عايز تعرف ايه؟ اشاعات. وايه اللي جاي قبلها؟ سماع. سماع على وزن فعال، يبقى صيغه مبالغه. فيها الف ولام؟ لا. فيها الف ولام؟ لا، بس ايه اللي جاي قبليه؟ اداه نداء. يبقى هنا صيغه المبالغه اعتمدت على نداء. اعتمدت على حبايبنا نداء. جميل قوي. منون
يبقى ده كانه تسمع، يا من تسمع. وانا لسه قايل لكم في اسم الفاعل طالما جالي نداء يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره انت. يبقى تسمع انت، يبقى هنا الفاعل ضمير مستتر تقديره انت. يبقى انت بتسمع ايه؟ الاشاعات. يبقى الاشاعات مفعول به منصوب. خلي بالك ده منصوب بالكسره لانه جمع مؤنث سالم اخره الف وتاء. تمام كده يا حبايبنا؟ تمام. بص كده لما اجي اقول جاء الفارس شهيرا سيفه، وقول قلب لي سيفه. قال لي سهله يا مستر. سيفه عايز اعربها شوف ايه اللي جاي قبل شهير. شهير على وزن فعيل، في الف ولام؟ لا بس منون. طب دوت يعتمد على ايه؟ قال لي يا مستر جاء الفارس. كيف جاء الفارس؟ حاله ايه؟ شهيرا. يبقى ده حال منصوب. يبقى هنا صيغه المبالغه وقعت حالا وبتدل على الحال او الاستقبال. مفيش كلمه تدل على الماضي. يبقى في الحاله دي بتعامل مع صيغه المبالغه اللي فعل مضارع. شهيرا اي يشهر، يعني بيحمل. مين اللي بيشهر سيفه؟ قال لي الفارس. يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. يبقى سيفه مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتح. نفس القاعده اللي لسه قايلها اصلا في اسم الفاعل. قال لي هنا شهير على وزن فاعل صيغه مبالغه نكره، اللي جه قبليه معرفه. يبقى لو اسم الفاعل او صيغه المبالغه جت نكره والكلمه اللي قبلها معرفه، فبعرب اسم الفاعل او صيغه المبالغه حال، بقول هنا اعتمد على الحال او وقع حالا. وقع الاجابه الصحيحه وقع حالا. يبقى هنا صيغه المبالغه وقعت ايه؟ حالا. فبتعامل معاها فعل مضارع يشهر. مين اللي بيشهر؟ هو. يبقى الفعل ده مستتر تقديره هو بيشهر ايه؟ سيفه مفعول به منصوب. صعب كده؟ كده تمام يا دكاتره؟ تمام كده؟ تمام. لما اجي اقول بص كده شاهدت برنامج يعني مذياعا الاخبار. واللي عرف لي الاخبار اقول له سهله. وايه اللي جاب لي؟ مذياع. مذياع على وزن مفعال. في الف ولام؟ لا. في الف ولام؟ لا بس منون. هو هنا مذياع صيغه مبالغه نكره. والكلمه اللي قبليه نكره. انا لسه قايل في اسم الفاعل حالا لو صيغه المبالغه نكره او اسم الفاعل نكره والكلمه اللي قبليه نكره، بعرب المشتق اللي هو اسم الفاعل او صيغه المبالغه نعت. وطالما اعربتها نعت يبقى اقول هنا اعتمد على موصوف. اعتمد على ايه؟ موصوف. مذياعا هو مين اللي بيذيع؟ هو. او البرنامج. يبقى الفاعل ده مساء تقديره هو بيذيع ايه؟ الاخبار. يبقى الاخبار مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتح. الله ينور عليك. صعب كده يا دكاتره؟ تمام. لما اجي اقول الله غفار الذنوب، واقول الله غفار الذنوب، واجي اقول الله غفار الذنوب. يجي لي في الامتحان يقول لي انا عايز اعرف الذنوب. هل في اختلاف؟ نفس الفكره بتاع اسم الفاعل. انا عندي هنا اول حاجه غفار. الثلاثه غفار على وزن فعال صيغه مبالغه، بس ده منون، ده علامه واحده. هنا مفيش. غفار على وزن فعال في الف ولام؟ لا بس منون واللي جه قبليه مبتدا. يبقى هنا صيغه المبالغه اعتمدت على مبتدا. مفيش كلمه تدل على الماضي، بدل على الحال او الاستقبال. يدل على الحال او الايه؟ او الاستقبال. يبقى في الحاله دي بتعامل مع صيغه المبالغه اللي هو فعل المضارع يغفر. ومين اللي بيغفر؟ الله. يبقى الفاعل الله سبحانه وتعالى. الله بيغفر ايه؟ الذنوب. يبقى الذنوب مفعول به منصوب وعلامه نصب الفتح. تمام كده؟ تمام. الله غفار الذنوب. قال لي طالما علامه اعرابيه واحده بطبق القاعده اللي بتقول نكره. غفار كلمه ما فيهاش الف ولام ولا ضمير يبقى نكره زائد معرفه. يبقى النكره زائد معرفه مضاف اليه مجرور. يبقى الذنوب هنا مضاف اليه مجرور على جر الكسر. طب ما جابليش اي علامه اعرابيه. قال بتعامل مع الكلمه اللي بعديها ليها اعرابين. ليها كام اعراب؟ اعرابين. على اعتبار اللي هي كلمه منونه فبتعامل مع فعل مضارع فاللي بعديه فاعل ومفعول فالذنوب مفعول به منصوب. او على اعتبار اللي فيه علامه اعرابيه واحده فبقول نكره زائد معرفه مضاف اليه مجرور. خلي بالك الاثنين صح. الاثنين ايه؟ صح. طب لو جالك في الامتحان معلاش اي حاجه
وجايب لك الاثنين في الاختيارات ومش جايب لك الف وب. هو لو جاب لك الف وب او ب وج هختار طالما مش جايب اي علامه اعرابيه. طب لو جايب لي بقى مفعول به ومضاف اليه ومثلا خبر ومبتدا، قال لا في الوقت دوت حضرتك تنادي على المدرس يا مستر بعد اذنك هي هنا صيغه المبالغه او المشتق سواء صيغه مبالغه او اسم فاعل في تنوين ولا علامه اعرابيه واحده ولا ما فيهوش حاجه. تمام كده يا دكاتره؟ تمام. ده بالنسبه كالمقرر بتاعنا حبايبنا اللي هو اسم الفاعل وصيغ الايه؟ المبالغه. جميل. بعد كده عندنا كالبلاغه. مقرر البلاغه الشرعي ده حضرتك مش عندك غير الاستعاره. غير ايه؟ الاستعاره، وخاصه الاستعاره المكنيه. مع دكاتره الصغيرين، الاستعاره وخاصه الاستعاره ايه؟ المكنيه. تعالى كده بسرعه عشان الناس اللي مش بتعرف تتعامل مع الاستعاره في الامتحان، تعالى كده اقول لك بسرعه ازاي نتعامل مع الاستعاره. اول حاجه دكاتره احنا عندنا الاستعاره. يعني ايه استعاره؟ الاستعاره بكل بساطه تشبيه بليغ. تشبيه ايه؟ الاستعاره تشبيه بليغ. جميل. حذف منه احد ركنيه. حذف منه احد ايه؟ ركنيه مع وجود قرينه. مع وجود ايه؟ قرينه. والقرينه دي بين قوسين كده صفه تدل على المحذوف. يعني مستر الكلام ده مش فاهم حاجه. جميل. انا بقول الاستعاره تشبيه بليغ. هو التشبيه البليغ عباره عن مشبه وعباره عن مشبه به. جميل. بقول حذف منه احد ركنيه. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا بكل بساطه يا دكاتره الاستعاره بيكون عندي في الجمله ركن واحد. حذف منه احد ركنيه مع وجود قرينه او صفه. لازم يبقى عندي صفه تقول لي خلي بالك المحذوف هنا كذا. طب انا مش فاهم حاجه مستر، اديني مثال عشان افهم. اول حاجه يا رجاله احنا عندنا يا شباب يا بنات عندنا الاستعاره نوعين. لا اما الاستعاره بتكون استعاره مكنيه، لا اما الاستعاره بتكون استعاره تصريحيه. لا اما مكنيه لا اما ايه؟ تصريحيه. جميل. قال انا بعرف الاستعاره المكنيه والتصريحيه ازاي؟ قال الاستعاره المكنيه حذف المشبه به. حذف ليه؟ المشبه به. اذا حذف المشبه به بقول على استعاره مكنيه. طب اذا حذف المشبه، الحذف المشبه استعاره تصريحيه. مستر اديني مثال عشان افهم. لما اجي اقول مثلا مثال القلم يبتسم، خلي بالك الاستعاره والتشبيه تعبير خيالي، خيال مجاز مش حقيقه. القلم يبتسم. حلو يا مستر القلم بيبتسم؟ لا يا حبيبي انا شبيت حاجه بحاجه وفي حاجه محذوفه. وكلمه يبتسم الصفه اللي قالت لي خلي بالك اللي فيه قرينه او صفه تدل على المحذوف. القلم يبتسم. يا مستر القلم مش بيبتسم. ايوه. طب انت شبهت بايه؟ تقول لي يا مستر انا شبهت القلم. جميل قوي. او شبه القلم بايه؟ بانسان يبتسم. طب انا عرفت منين ان هنا المحذوف انسان؟ قال مع وجود صفه او قرينه تدل على المحذوف. صفه او قرينه تدل عليه المحذوف. يبقى انا عندي القلم مشبه. حلو. والانسان مشبه به. جميل. ايه اللي محذوف من القلم يبتسم؟ قال الانسان اللي هو المشبه به. اذا حذف المشبه به استعاره مكنيه. اذا حذف المشبه به اسمها استعاره مكنيه. جميل. طب تعالى مثال تاني. الشاعر يقول يا شباب انا ان قدر الاله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. جميل قوي. انا ان قدر الاله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس ايه؟ بعدي. لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. جميل قوي. لا ترى الشرق يرفع الرأس. حلو. هو الشرق ليه رأس؟ لا. يبقى انا شبهت الشرق اهو. شبه الشرق بايه؟ قال بانسان له رأس. حلو. انا عندي الشرق ده ايه؟ مشبه، والانسان مشبه به. هل الانسان موجود عندي في الجمله؟ لا. يبقى اذا حذف المشبه به اسمها استعاره مكنيه. مثال تاني. لما يجي يقول مثلا كشر البحر عن انيابه. كشر البحر عن ايه؟ عن انيابه. مستر سنه واحده بعد اذنك، هو البحر بيكشر؟ لا. واحد تاني يقول مستر سنه واحده، هو البحر ليه انياب؟ لا. يبقى هنا شبهت البحر. شبهت ايه؟ البحر
بإنسان يكشر. يبقى أنا عندي البحر مشبه، الإنسان مشبه به، إذا حذف المشبه باسم استعارة مكنية. واحد تاني يقول لي لا، كشر البحر عن أنيابه، أنا شبهت البحر بحيوان له أنياب. يبقى أنا عندي البحر مشبه والحيوان مشبه به، إذا حذف المشبه باسم استعارة مكنية. صعب يا دكاترة؟ تمام كده؟ تمام. ده بالنسبة حبيبنا لإيه؟ ده بالنسبة للاستعارة المكنية، إذا حذف المشبه باسم استعارة مكنية. جميل. طب تعالى كده. أنا بقول استعارة تصريحية. يعني استعارة تصريحية يا دكاترة، قلنا الاستعارة التصريحية بيكون المشبه به موجود والمشبه هو اللي محذوف. اديني مثال. لما أجي أقول مثلا عبرت أسودنا قناة السويس. ومين اللي عبر قناة السويس؟ الأسود ولا الجنود؟ الجنود. يبقى شبه هنا الجنود، أيوه سامعك أهو، بالأسود. يبقى عندي الجنود مشبه والأسود مشبه به. قال لي إيه المحذوف؟ قال لي الجنود مش موجودة في الجملة. يبقى إذا حذف المشبه اسمها استعارة تصريحية. مثال تاني. لما يجي هنا قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويجي يقول لي في الاغلب يا دكاتره الاستعاره التصريحيه بتكون كلمه. الاستعاره التصريحيه بتكون ايه؟ كلمه، ولكن المكنيه جمله. الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا. حلو. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا اعتصموا بحبل الله، يعني هنجيب حبل ونعتصم به؟ قال لا. ايه المقصود بحبل الله؟ قال دين الله. جميل، اوامر الله. يبقى هنا شبه الله سبحانه وتعالى الدين بالايه؟ بالحبل. جميل. فين المشبه؟ قال لي الدين. فين المشبه به؟ قال لي الحبل. اللي محذوف؟ قال لي الدين اللي محذوف مش موجود في الجمله. يبقى اذا حذف المشبه اسمها استعاره تصريحيه. واكتر حاجه يا دكاتره بتيجي في الامتحان زي ما قلنا قبل كده الاستعاره المكنيه. الاستعاره يا دكاتره المكنيه. تمام كده يا شباب؟ تمام؟ الشاعر يقول، بص كده، اذا يتحدث الشاعر عن المستعمر، الانسان المحتل. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. والشأن يا دكاترة بيتكلم عن مين؟ قال يا مستر الشأن بيتكلم عن المستعمر المحتل. حلو. بيقول إذا الشعب يوما أراد الحياة. حلو. فلا بد أن يستجيب الإيه؟ القدر. هو القدر بيستجيب؟ لا. يبقى شبهت القدر اهو، بص كده، شبهت القدر أيوه بإنسان يستجيب النداء. يبقى عندي القدر مشبه، الإنسان مشبه به، إذا حذف المشبه به اسمها استعارة مكنية. حلو. فلا بد أن يستجيب الإيه؟ القدر. تمام كده يا دكاترة؟ تمام. ولا بد لليل أن ينجلي. وأنا لسه قايل لك هو الشاعر بيتحدث عن مين؟ عن المستعمر. بيتحدث عن مين يا دكاترة؟ أهو. الشاعر بيتحدث عن المستعمر. بيتحدث عن مين؟ المستعمر أو المحتل. فهنا بيقول ولا بد لليل أن ينجلي. هو قصده بالليل، قصده بالمستعمر. عرفت منين؟ هو الأبيات كلها بتتكلم عن المستعمر أصلا. يبقى هنا شبهت المحتل. شبهت مين؟ المحتل بالليل. ايه اللي محذوف؟ قال لي المحتل مشبه، الليل مشبه به. هل هنا عند المحتل؟ قال لي لا. يبقى المحذوف المشبه، اذا حذف المشبه اسمها استعاره تصريحيه. استعاره يا شباب تصريحيه. جمال. تمام كده؟ تمام. اخر حاجه عندنا سر جمال. بص كده، سر جمال الاستعاره. عندنا سر جمال الاستعاره يساوي سر جمال التشبيه. فاكرين ساعه سر جمال التشبيه قلنا ايه؟ قلنا عندنا سر الجمال واحد التشخيص. وامتى بقول تشخيص؟ لما بشبه غير عاقل بايه؟ بعاقل.
2 قلنا تجسيم، سواء بالميم او الدال بقول تجسيم او تجسيد، وده لما بشبه معنوي بايه؟ بمادي. جميل قوي. 3 قلنا التوضيح. قلنا التوضيح يا دكاتره اي حاجه غير التشخيص او التجسيم بقول عليه توضيح. يعني هنا بقول غير عاقل بعاقل تشخيص، معنوي بمادي تجسيم. طب معنوي بمعنوي توضيح، مادي بمادي توضيح. معايا كده؟ مادي بمعنوي توضيح، عاقل بغير عاقل توضيح. يبقى انا عندي التشخيص غير عاقل بعاقل تشخيص. تعال كده ندي مثال اهو. بص كده الامثله دي كلها، بص كده دكاتره اهو. لما اجي بقول القلم ابتسم يبقى القلم غير عاقل، الانسان عاقل يبقى غير عاقل بعاقل تشخيص. يبقى غير عاقل بعاقل، غير عاقل يعني المشبه غير عاقل والمشبه عاقل يبقى تشخيص. المشبه غير عاقل والمشبه به عاقل يبقى تشخيص. يبقى غير عاقل بعاقل تشخيص. جميل. بس كده شبه الشرق غير عاقل بإنسان عاقل يبقى غير عاقل بعاقل سر الجمال تشخيص. تمام يا دكاترة؟ تمام أهو. شبهت البحر بإنسان غير عاقل بعاقل تشخيص. واعتصموا بحبل الله جميعا. قال لي الدين ده شيء معنوي. جميل. الحبل شيء مادي، امسكه او اشوفه يبقى معنوي بمادي. قال لي ده تجسيم. الله يبارك لك. معنوي بمادي ايه؟ تجسيم. طب هنا لما بقول القدر بانسان يبقى غير عاقل بعاقل تشخيص. طب لما بقول المحتل هو انسان بالليل يبقى عاقل بغير عاقل توضيح. ده يا مستر ليه؟ تعالى حبيبي اقول لك. عشان انا بقول لك التشخيص غير عاقل بعاقل والتجسيم معنوي بمادي. اي حاجه غير الاثنين دول بقول عليهم توضيح. تمام كده؟ ده بالنسبه يا دكاتره للنحو وجزء البلاغه. تعال كده نطبق كده على الاستعاره. بص هنا السؤال بيقول ايه؟ يا فتية النيل هذا النيل مستمع ومصر ناظرة والشرق منتظر. كل التعبيرات الثلاث تمثل استعاره مكنيه ما عدا. يعني في واحده بس مش استعاره مكنيه. طب تعال نشوف. النيل مستمع. هو النيل بيستمع؟ لا. يبقى شبهت النيل بانسان. يبقى اذا حذف المشبه باسمها استعاره مكنيه يبقى دي استعاره مكنيه. مصر ناظرة، هي مصر بتنظر؟ لا. يبقى شبهت مصر بإنسان ينظر يبقى إذا حذف المشبه باستعارة مكنية. جميل. الشرق منتظر. هو الشرق بينتظر حد؟ لا. شبهت الشرق بإنسان ينتظر يبقى إذا حذف المشبه باسمها استعارة مكنية. يبقى التعبير الوحيد اللي مش استعارة مكنية يا فتية النيل كلام عادي. تمام كده؟ تمام. حقيقة. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. لسه قايلين أنا شبهت الدين بالإيه؟ بالحبل. وقلنا الدين ده معنوي والحبل مادي يبقى معنوي بمادي سر الجمال التجسيم. الله ينور عليكم. قال الشاعر مخاطبا مصر. يبقى هنا بيتكلم بيخاطب مين؟ مصر. وقف الشباب فداء محراب الحمى. محراب الايه؟ الحمى. شبهت الحمى بالمحراب يبقى ده مشبه وده مشبه به. ده اسمه تشبيه بليغ لو تفتكر معايا. وتجمع الاشبال بين يديك. بين ايه؟ يديك. كلام عن مصر خاطب مصر. حلو. هو ايه المقصود بالشبل؟ الشبل يا مستر اللي هو الاسد. ايوه. يبقى بص كده يا دكاتره. قال الشاعر مخاطبا مصر. مخاطبا مين؟ مصر. حلو. وقف الشباب فداء محراب الحمى. شبهت الحمى بايه؟ بالمحراب يبقى مشبه به. خلي بالك تشبيه بليغ. ماشي. وتجمع الاشبال بين يديك. مين الشبل؟ الاسد. وتجمع الاشبال بين يديك. هي مصر بيتجمع بين ايديها الاشبال؟ لا. ايه المقصود بالاشبال؟ مصر ابناء الوطن. يبقى هنا شبه ايه بايه؟ قال شبه ابناء الوطن. ايوه الله ينور عليكم. بالاشبال. الله اكبر عليكم. يبقى انا عندي ابناء الوطن مشبه الاشبال مشبه به. هل هنا عندي ابناء الوطن؟ لا. يبقى اذا حذف المشبه اسمها استعاره تصريحيه يبقى تجمع الاشبال. تمام كده؟ تمام. ساحمل روحي على راحتي والقي بها في مهاوي الردى. نوع الصورة البيانية. سأحمل روحي. هي الروح بتتحمل؟ يبقى لا. يبقى شبهه. شبه. الله يبارك لك. الايه؟ الروح. جميل قوي. بالطفل الذي يحمل. يبقى انا عندي الروح مشبه، الطفل مشبه به. هنا عندي الطفل؟ لا. يبقى اذا حذف المشبه به اسمها استعارة مكنية. او شبهت الروح بشيء مادي يحمل عادي خالص. تمام كده؟ تمام. ابتسامات المنى رفت على ثغر تاريخ عريق منجب.
كل التراكيب التاليه تمثل استعاره مكنيه مع يعني في واحده مش استعاره مكنيه. حلو. ابتسامات المنى، هي المنى بتبتسم؟ لا، يبقى شبهت الامنيات او المنى على حسب بقى بانسان يبتسم، يبقى اذا حذف المشبه باسم استعاره مكنيه. حلو. ثغر تاريخ، الثغر هو الفم، هو التاريخ له فم؟ لا، يبقى شبهت التاريخ بانسان له فم، دي استعاره مكنيه برضه. جميل قوي. تاريخ منجب، والتاريخ بينجب؟ لا، يبقى شبهت التاريخ بالمراه التي تنجب، يبقى اذا حذف المشبه باستعاره مكنيه. ايه الوحيده اللي مش استعاره مكنيه؟ اللي تاريخ عريق. تمام تمام. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. حلو. نوع الصورة البيانية فيما تحتها خط. عايز تأبى الرماح، تأبى بمعنى ترفض. هي الرماح بترفض؟ هو عقل عشان يرفض ويقبل؟ قال لي تأبى الرماح لا، يبقى الرماح مش بترفض. امال مين اللي بيرفض؟ الانسان، طبع في البشر. يبقى شبه او الرماح بايه؟ بانسان يرفض او بحيوان يرفض. يبقى انا عندي الرماح مشبه، الانسان مشبه به، اذا حذف المشبه باسم استعاره مكنيه. جميل قوي. ما اجمل النيل والامواج راقصه فرحانة برمال الشط تلتطم. الله أكبر عليك. سر الجمال فيما تحتها خط. حلو. الأمواج راقصة، الأمواج بترقص؟ لا، يبقى شبه أهو الأمواج. شبه ليه؟ الأمواج أهو بامرأة ترقص. يبقى أنا عندي الأمواج مشبه، المرأة مشبه به، إذا حذف المشبه باسم استعارة مكنية. حلو. الأمواج غير عاقل والمرأة عاقل، يبقى غير عاقل بعقل تشخيص. جيشه الباسل داوى جرحه وشفى الصدر بقهر المعتدين. نوع الصورة البيانية فيما تحتها خط. جيشه الباسل، الباسل عن القوي. جيشه الباسل داوى، هو الجيش بيداوي؟ لا، امال مين اللي بيداوي؟ يعني الطبيب. يبقى شبه الجيش اهو، شبه الجيش. جميل قوي. بالطبيب الذي يداوي. الجيش مشبه موجود، الطبيب مشبه به مش موجود، يبقى اذا حذف المشبه به اسمها استعاره مكنيه. تمام كده يا دكاتره؟ تمام. بعد كده ننتقل للجزء الاخير اللي هو ايه يا حبيبنا؟ اللي هو الادب في عصر صدر الاسلام. احنا قلنا احنا عندنا الادب في العصر الجاهلي، الفتره بتاع العصر الجاهلي قلنا قبل ظهور الاسلام بقرن ونصف تقريبا، يعني قبل ظهور الاسلام ب 150 سنه. جميل. طب لما نيجي نتكلم عن صدر الاسلام، قلنا صدر الاسلام بيبدا من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى 40 هجريه. تمام كده؟ طب سؤال، هل يا شباب الاسلام غير من حياه العرب ام لم يغير؟ بالطبع غير. اول حاجه يا شباب، وضح اثر ظهور الاسلام في حياه العرب. اول حاجه الاسلام غير وبدل صفات الكثير، بدل من القسوه الى الرحمه. حياتهم كانوا عايشين في ظلم في العصر الجاهلي، يبقى غير حياتهم من الظلم للعدل. من الظلم يا دكاتره للعدل. جميل. وكمان يا شباب قلنا كان العرب في العصر الجاهلي يعيشون في قبائل متفرقه وكل شخص متعصب للقبيله. جاء الاسلام قال لا، الكلام ده ما ينفعش. وحد الاسلام الامه العربيه تحت لواء الاسلام، وزعيم واحد هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والدستور هو القران. بعد ما كانوا ايه؟ بعد ما كانوا يعيشون قبائل متفرقه تجمعهم العصبيه. جميل قوي. وكمان الاسلام قضى على الوثنيه الجاهليه. يعني مثلا كان الاله بتاعهم هم يصنعوه بايديهم من عجوه، بلح، ولما يجوا يجوعوا ياكلوا في السفر مثلا ومفيش اكل. فهنا الاسلام بدا يبقى فيه رقي، خلى الانسان يرتقي بعقل الانسان. فبدا الاسلام قضى الاسلام على الوثنيه الجاهليه فارتقى بعقل الانسان. جميل. ارسل الاسلام دعائم الامه لتكون امه مثاليه يدعو افرادها الى الخير، بدل لما كانوا بيدعوا للشر والعنف والظلم. لا، الاسلام غير بقى، يدعون الى الخير ويتعاونون على البر والتقوى. كمان يا شباب قلنا بدأ في اتساع في الدولة الإسلامية، فبدل لما كان العرب في شبه الجزيرة بس، اتجهت أنظارهم لخارج الحدود. يعني بدأت الدولة الإسلامية توسع الموضوع، فبدأوا يتجهوا إلى مصر والعراق وبلاد فارس وشمال أفريقيا. فكل هذه الدول دخل فيها يا شباب الإسلام. طب إيه النتائج المترتبة على حركة الفتوحات الإسلامية؟ قال استطاع العرب أن ينقلوا إلى الأمم الأخرى لغتهم. بس استطاع العرب أن ينقلوا إلى الأمم الأخرى لغتهم، اللغة بتاعتهم.
أن ينقلوا لغتهم يا شباب. يعني بدأ في ناس غير عرب زي الفرس والروم، ولكن بدأوا يتعلموا اللغة العربية بمجرد دخولهم في الإسلام، عشان مثلا هيصلي فلازم يكون حافظ أقل حاجة الفاتحة، فعشان يحفظ الفاتحة لازم يكون عنده معرفة باللغة العربية. وكمان نقلوا الدين، انتشر الدين وآداب الدين، وأصبحت اللغة العربية هي اللغة السائدة، هي اللغة إيه؟ السائدة في كثير من البلدان المفتوحة. وكمان أهو دخول أهل البلاد المفتوحة في الدين الإسلامي ونبغوا في اللغة والفقه. الفقه حلال حرام ينفع ما ينفعش. طب تعال نتكلم عن سمات الأدب في عصر صدر الإسلام. أول حاجة صار الأدب في ركاب الحضارة الإسلامية الجديدة. إزاي؟ قال كان الشعراء يدافعون عن الدين بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، بمدح رجاله متأثرين بأسلوب القرآن العذب وبيانه الرصين يعني القوي وبلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم وفصاحته. طب لما نيجي سؤال مهم في الامتحان، لو جه قال لي سمات الشعر في عصر صدر الإسلام، من حيث ركز هو طالب منك إيه؟ أول حاجة من حيث يا شباب اللغة والمعاني. قال أول حاجة تهذيب ألفاظ اللغة، بدأ فيه ألفاظ مؤدبة. يبقى تهذيب ألفاظ اللغة بإيه؟ بمحاكاة أي تقليد ألفاظ القرآن الكريم والسنة، ومجانبة أي البعد عن غريب الألفاظ الصعبة الغريبة. 2 التوسع في دلالة الألفاظ بإخراجها من معنى إلى معنى بينه وبين الأول مناسبة. 3 استعمال ألفاظ كالصيام والزكاة والصلاة والمؤمن والكافر. طب من حيث الأساليب، قال من حيث الأساليب التأنق في استخدام الأساليب، التفنن في الأنواع. طب من حيث الأغراض، قال إدخال أغراض جديدة على الشعر لم تكن موجودة من قبل، زي الشعر المغازي والفتوح الذي فرضته إيه؟ دواعي الجهاد في سبيل الله وفتح البلدان ودخول أهلها في الإسلام. يبقى لو جالك في الامتحان الغرض الذي استجد في عصر صدر الإسلام، سؤال مهم في الامتحان الغرض الذي استجد في عصر صدر الإسلام لم يكن موجودا من قبل، هنقول المغازي والفتوح. جميل. بعد كده عندنا النثر في عصر صدر الإسلام. النثر في عصر صدر الإسلام يا شباب شهد نقلة نوعية مختلفة، يعني بدأ يزدهر ويتطور. إيه السبب؟ قال السبب أول حاجة التأثر بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، والتأثر بالقيم ومبادئ الدين التي اشتملت عليها الدعوة الإسلامية. جميل. طب إيه فنون النثر عندنا في عصر صدر الإسلام؟ الخطبة، الخطابة، الرسائل، الوصايا اللي هي النصائح. طب لما نيجي نتكلم إيه مظاهر ازدهار الخطبة أو الخطابة في عصر صدر الإسلام؟ ليه الخطبة ازدهرت؟ قال هنا يا شباب وبما تميزت. ازدهرت أول حاجة بسبب كثرة مواطنها، يعني بدأ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الخطبة في الدعوة إلى الإسلام، نشر مبادئ الدين حنيف، بيان الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستخدم الخطبة في الوعظ، وبدأ يستخدم الخطبة في الترغيب والترهيب، فبدأ تكثر مواطنها، يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيها في مواطن أي مواضع كثيرة. 2 تحررت من قيود الصنعة اللفظية، فالموضوع بقى سهل بسيط. 3 ترابطت فكرها، يعني بدأت الفكر تكون مترابطة سهلة، والألفاظ استمدت الألفاظ والمعاني من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. وكمان يا شباب تميزت بطهارة ألفاظها. بطهارة إيه؟ ألفاظها. قلنا بدأت تكون الألفاظ مؤدبة محترمة. طب هنا يا شباب لماذا كثرت الرسائل في عصر صدر الإسلام؟ ليه؟ كثرت الرسائل في عصر صدر الإسلام بص كده استجابة لحاجات الدولة التي تطلب استحداث هذا النوع من النثر. تمام كده؟ يبقى هنا لماذا كثرت الرسائل؟ هو في الكلمتين دول استجابة لحاجة الدولة. تمام كده يا شباب؟ تمام. طب تميزت بايه الرسائل؟ نفس الكلام، تميزت بطهارة ألفاظها، الوضوح التام، البعد عن التكلف والغريب. طب علل تطور فني أو فن الوصايا والنصائح. الوصية هي النصيحة. تطور فن الوصية والنصائح في عصر صدر الإسلام. ليه؟ الاستجابة لروح الإسلام. يبقى الرسائل استجابة لحاجات الدولة، ولكن الوصايا والنصائح استجابة لروح الإسلام الذي يدعو إلى الأمر بالمعروف والتعاون والنهي عن المنكر والتعاون على البر يا شباب، والتعاون على البر والتقوى. طب هل القرآن أثر في اللغة والأدب؟ بالطبع أول حاجة يا شباب القرآن وحد اللغة ونشرها وعمل على ترقيتها من حيث أغراضها، وكمان يا شباب معانيها والألفاظ، بدأ في ترقي في الأغراض، ترقي في المعاني، ترقي في الألفاظ، ترقي في الأساليب، فأصبحت اللغة الخالدة. وأحدث فيها علوما كثيرة وفنونا شتى
لم تخطر على قلب بشر، منها النحو، الصرف، المعاني، البديع اللي هو علم البديع، البيان، علم المعاني، علم البديع، علم البيان اللي هو البلاغة. بعد كده هل الحديث الشريف أثر في الأدباء؟ بالطبع، تأثر الأدباء بالحديث النبوي الشريف في الفصاحة والبلاغة والإيجاز والبيان بالدرجة الثانية بعد القرآن الكريم، وخاصة في حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وجوامع كلمه التي هي القدوة الحسن الأديب. ويا شباب اللي هو لازم كل خطيب وكل كاتب اللي هو يتأثر بأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. كده بفضل الله يا شباب احنا رجعنا مقرر شهر نوفمبر. زي لما قلت لكم احنا معاكم لغايه لما نوصلكم لهدفكم، معاكم في مراجعات يا حبايبنا نص المنهج، وهنكون معاكم باذن الله في مراجعات المنهج كله، ومعاكم في مراجعات ليالي الامتحان. تابعونا علشان يوصل لكم كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.